سلام سلام. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة زلابية البنان أو بلح الشام. أول حاجة نبداو بها هي نحضروا العسل تاعنا. عندي 2 كيسان سكر، مع 1.5 كاس ماء. نخلطوا الخليط تاعنا مليح باش ما يتحرقناش السكر على الجوانب، ونحطوه على النار يغلي حوالي 8 دقائق، ومن بعد نضيفو ملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة حمض الليمون. هنا نبداو في الخليط تاعنا 2 كيسان ماء مع 4 ملاعق زيت، زوج ملاعق سكر نقدر نستبدلوهم بالعسل، عندي فاني ورشة ملح، وهنا ضفت ملعقة خل. نحط الخليط تاعنا على النار، يبدأ الخليط تاعنا يغلي، نضيفو كاس فرينة مع كاس ناقص إصبعين فرينة، وباقي الكاس نعمروه سميد، حوالي ملعقتين كبيرتين سميد. ندمجو الخليط تاعنا مليح، لازم نتخلصوا من الحبيبات اللي تتشكل من الفرينة. أنا هنا ما استعملتش البيض. نديرو العجينة تاعنا مليح وهي سخونة. هذا هو شكل العجينة، تحصل على عجينة رطبة. والعجينة سخونة تاعنا نديروها في لابوش تاعنا. الحجم يكون اختياري، أنا هنا كنت درتهم صغار. أول سر باش الزلابية تاعنا ما تتفتحش، نخليوهم حوالي ساعتين في الثلاجة، وكي نكونوا راح نطيبوهم لازم يكون الزيت تاعنا بارد. خليتهم هنا حوالي ساعتين، وهنا بديت نطيب بالزلابية تاعي أو بلح الشام. كما تلاحظوا هنا الزيت تاعي كان نوعا ما بارد. وهنا الزلابية تاعي كانت دات اللون ذهبي. هنا لازم نعسلهم في عسل. العسيلة تاعنا لازم تكون باردة ثاني. مباشرة من الزيت نقطروهم ونضيفوهم للعسيلة تاعنا.
وإذا راكم حابين نشارك معاكم وصفات جديدة ما عليكم غير تخلولي في التعاليق، وما تنساوش تبارطاجيونا الفيديو. وهذه هي الزلابية تاعي واجدة. نتمنى يكون الفيديو عجبكم.